أخيرا يا مان، أفلام الغموض والجريمة رجعت تاني للسينما المصرية في فيلم اسمه قصر الباشا. الفيلم ابتدى عرضه في السينما يوم 5 نوفمبر، وفي أول يومين بس حقق 2 مليون تقريبا. بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، ميان السيد، وصدقي صخر. والقصة بتاعت الفيلم من غير ما أحرقلك، جريمة قتل غامضة بتحصل في فندق فخم بيتورط فيها مدير الفندق، وكل الاشخاص اللي موجوده عندهم سر غامض. يعني من اول مشهد لاخر لقطه غموض وتشويق. الفيلم يعتبر من فئه البلاس 12 واخراج محمد بكير، وتجربة جديدة في أفلام الغموض المصرية. ولو أنت من محبين أفلام الجريمة والغموض، يبقى فيلم قصر الباشا من الأفلام اللي لازم تشوفها الأسبوع ده. وتابعني بقى أول بأول عشان تعرف كل جديد على السينما والأفلام المصرية.